الشغف من الحاجات اللي دايما بفكر فيها وبحس انا برضو لسه في النص. يعني انا مش من التوب 1%. انا مش كيفن هارت، صح؟ انت عارف كيفن هارت؟ ما انت مش هتعرف لان هو بتاع ده الناس المستورده، ده اجنبي ستاند اب كوميديان، بس ده بابا المجال يعني الجود بتاعنا. انا بحس ان انا بعمل ستاند اب كوميدي عشان معيش فلوس ثيرابي عامه. يعني انا معيش فلوس ثيرابي عامه، فبطلع احكي مع الناس، بطلع اقول كده، بس اقول لي لا مش كفايه، انت لازم تبيع. ابيع ايه؟ تبيع نفسك. والشغف ما بقاش كفايه، اللي هو يا جماعه انا بحب الستاند اب، لا مش كفايه، لازم تحبه وتطلع منه فلوس. انا مش عايز اطلع فلوس، لا لازم تطلع، لان الشغف كده مش هيشتغل. انت الشغف لازم تشغله بفلوس. انا زمان كان موضوع الشغف ده بالنسبه لنا اللي هو انت بتعمل هوايه حلوه، بترسم، بتلعب مزيكا، بس قالوا لي لازم برضو ايه، تبقى توب 1% كده، لازم توصل. انا مش لازم توصل. الشغف ما ينفعش يبقى تبقى شغف وبتحب الحاجه بس، لازم تكسب منها. فلازم فاكرين السوشيال؟ لازم تبقى سوشيال. مش عايز ابقى سوشيال، لا تبقى سوشيال، لان الشغف كده مش هيشتغل. في مكونات للشغف تكسب منه، سوشيال، تحزق، تكمل. والستاند اب من الفنون اللي لازم نقول عليها مش سهله، هي بتنزل دي باقه. انا اقول لك باكت الستاند اب كوميدي، بنقول ان الستاند اب مش سهل، ان انت بتطلع تضحك الناس، دي مش سهل وما جاتش بالسهل. دي لازم نحطها في الشغف برضو، ان انت تبقى شغف عادي. انت عايز تبقى عندك شغف عادي، لا لازم تقول ان مش بالسهل، احنا بنعمل حاجه متعوب فيها بجد، وبنعمل كده عشان نبسط. ايه ده، انت ما تنفع كستاند اب. انت يجي منك كستاند اب، انت ما دام عرفت التالتة دي اللي هو لازم ننبسط، اطلع انبسط. ايوه ما انا طالع انبسط، لا لازم اقولها لك. يعني ما ينفعش تبقى ماشي كده في حياتك، لا عادي. وبعد لما بتتطور شويه في الستاند اب، بتجيب ناس تقول لهم على الكلام ده، بتلم اتباع بقى، بتبقى ناس عايزه تبقى تعمل زيك كده، عايز تطلع تضحك الناس، تجيبهم تقول لهم اطلع انبسط. ما انا مش عارف. ما هم بالظبط. انا دفعت تذكره وجيت لك حاجه تانية. بتقول ايه، اصل انا الناس جايه دافعه فلوس عشان دول جايين لي، فانا لازم اعمل معاهم الصح، وان انا اضحكهم. ايوه ما هم مش جايين دكتور السنان، فاهم يعني ما على فكره حتى لو انت مش مشهور ومحدش بيجي لك قوي، لو حد قرر يعمل لك اي حاجه محتاج تعمل له الحاجه اللي هو جاي لها، يعني دي مش دافع فلوس فيها مقابل خدمه. هي دي الرأسماليه معروفه، تدفع فلوس تاخد حاجات، مش مهم تاخد ايه، تاخد ضحك. مش دفعت تذكره تاخد ضحك. فلما توصل في اخر الستاند اب هتقول الكلام ده. برضو الشغف زمان كان بسيط، مش محتاج حاجه. يعني زمان مثلا بتعرف ترسم، تجيب ورقه وتلون، ترسم، مش عارف ايه. لا دلوقتي لازم تاخد كورس وتحضر ورشه، بس ورشه ستاند اب. ما انت دمك تقيل، فاهم؟ كان القرد نفع نفسه. انت دمك تقيل لا انت تحضر ورشه، احضر ورشه واكتب كتير. برضو حاجه من الحاجات اللي انت لما بتبقى جامد قوي قدام بتقول للناس اكتب كتير. اكتب بقى اي حاجه، اكتب كمبياله، اكتب ماتيريال، اكتب على البت اللي انت مصاحبها، اكتب، افضل اكتب ليل نهار اكتب. بس اكتب ايه مش مهم. ما ينفعش تبقى بتحب الفن ده كده، ما ينفعش تحب عامه اي شغف انت بتعمله كده، لازم توصل منه ان انت تبقى جامد قوي. الشغف برضو من الحاجات زي ما بقول لك، لازم تحضر ورشه، لازم تكتب، لازم نفخمها. طب ما يا جماعه، ما هو انت لو لذيذ ودمك خفيف خلاص تمام. وبعدين انت لو بقيت مشهور منها رزقك. شفت الموضوع ازاي؟ انا لو اتشهرت من الستاند اب رزق، مش اكتر من كده. انا لا حضرت ورشه ولا بكتب. انا بكتب بس مش بكتب طول النهار. لو عايز تبقى جامد قوي بتكتب للنهار على طول، تفضل تكتب بس، بتنام تكتب، تصحى تكتب، تحلم تكتب، اكتب بس، ما فيش حاجه تانية. ما بتاكلش، انت بتكتب، انت فنان بس. وبعدين لما بتكبر بتعمل بقى ورش. زمان كانت ورشه لا دلوقتي ورشه دي يعني هو كورس يعني. لا بنعلمك ازاي يبقى دمك خفيف. ما هو انت ما انت رزل، انت رزل. انا ما ينفعش اقول حاجه عن الناس دي كلها، لانه الناس دي كلها لسه في نص الرحله برضه. بس في ناس من اول رحله الكوميديا والستاند اب بتبقى عايز تقول له طب ما تجرب حاجه ثانيه، ايه رايك ترسم، فاهم؟ بس ما تقدرش تقول له كده عشان احنا تربوي توعوي، ما ينفعش نكسر مقاديف الناس. بس انا حاسس ان انا لو كنت بدات في الستاند اب وحد قال لي الجمله دي اللي هو روح ارسم، كنت اروح ارسم، فاهم؟ خلاص، واحترم رايه وهفهم هو ليه قال لي كده. بس ما حدش قال لي كده، الحمد لله. يعني الحمد لله في ضحك بيطلع يعني، او ما بيطلعش بيبان. برضو الشغف من الحاجات اللي ما ينفعش تجيب اخرها غير يعني. برضو الاساس بتاع النجاح في الشغف بقى دلوقتي اللي هو مين بيكسب فلوس جامد قوي منه. فتكتشف انه اللي بقوا بيكسبوا من الشغف بتاعهم فلوس كتيره قوي هي الناس اللي ما تستحقش انها تبقى هنا، بس هي ارزاق وما جاتش بالسهل. مع ان الموضوع ابسط كده بكتير. انت لو بتحب حاجه اعملها وما تستناش حاجه، او استنى، او يعني بس ما تقولناش يعني.
في الاخر خلاص ما تقولش حاجه ارجوك، وما تروحش تعمل بودكاست وما تعملش حاجه بالظبط. والمشكله دلوقتي ان هم بقوا 25 30 وش، هم اللي بقوا معروفين في حاجات معينه، بنلفهم بقى على ايه، على البرامج بنلفهم وبيقولوا نفس الكلام بس احنا لفيناهم. انت عايز تبيع هات الفلان ده وشه بيبيع. مره كنت في حفله ونزلت من على الستيج، واحد قال لي بس على فكره يعني ما شاء الله عليه بجد، اول مره اشوف واحد مسيحي بيضحك. انا كنت اوفندد شويه بس قلت له شكرا ميرسي جدا ربنا يخليك، ومحتاج اقابل كل المسيحيين اللي انت قابلتهم في حياتك عشان ده اكيد دمهم تقيل جدا وانا هضربهم واحد واحد. بس في الاخر خالص لو انت بتعمل حاجه عندك شغف بيها كمل ارجوك، وهتوصل او مش هتوصل مش مهم، المهم كمل حتى لو عادي، وغالبا هتبقى عادي. وغالبا كستاند اب كوميديانز معظمنا هيبقى مش مشهور ومش هنوصل لحاجه قوي ومش هيجيبونا في اعلانات مربى، مش هيجيبونا قوي، بس لازم نكمل عشان بننبسط.